السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ربنا يجعل ايامنا كلها كده خير وبركة وسعادة. بما ان بقى الحاجة غالية جدا جدا، والاسعار غالية، والدقيق غالي، والسكر غالي، حبيت اعمل معاكم النهاردة حلويات لرمضان اقتصادية جدا يا جماعة. حاجة في منتهى الروعة والجمال، جربوها وان شاء الله هتدعولي. بصوا عاملة ازاي، زي الازاز كده وانتم بتاكلوها. جميلة جدا جدا ومش مكلفة، وبشوية دقيق ومية، من غير زيت، ومن غير سمنة كتير، ومن غير بيض، ومن غير لبن، ومن غير الحاجات دي كلها. دي يعني الحلويات دي اقتصادية بمعنى اقتصادية. هنقول بسم الله ونبدأ معاكم الفيديو. طبعا والحشو اللي جوه الحلويات دي حطوا المتاح عندكم، هديكوا كذا اختيار للحشوات. معانا كوباية من السكر، ومعانا كوباية إلا ربع من المية، وعصرة ليمونة. بس هندوب الأول السكر بالمية كده كويس، وبعدين هنعصر نص ليمونة، وهنحط معلقة من عسل الجلوكوز عليهم، وهنحطها على النار. بالظبط من أول ما بتغلي هنسيبها بس حوالي 3 أو 4 دقايق، لأن الكمية مش كتير يعني، عشان ما يتقلش مننا ويبقى إيه عسل تقيل. كمان لو انتوا هتزودوا الكمية زودوا، يعني في كمية العجين زودوا انتوا بقى في كمية السكر والحاجات دي. بس انا عاملة على قد الكمية اللي انا ايه، اللي هي الدقيق يعني. بعد كده بقى، بعد ما خلاص عملنا الشربات وطفينا عليه، لان طبعا احنا محتاجين شربات يكون بارد، ما يكونش سخن يعني. يبقى هنجيب بولة بقى لغاية لما ايه الشربات بتاعنا يبرد كده. طبعا انا كنت في الفترة دي طفيت عليه كمان واشتغلت. هنحط كوباية واحدة من الدقيق، وهنحط عليها رشة من الملح اقل من ربع معلقة، ومعلقة واحدة من السكر لو انتوا عايزين. لو مش عايزين خلاص عادي مفيش مشكلة، لان هي ما فيهاش خميرة فما بنحتاجش السكر، هي بس بيدي طعامة للدقيق. ومعلقتين من السمنة، بس انا نسيت احطهم في الخطوه دي، بس حطيتهم في الاخر. يا اما معلقتين زيت المتاع عندكم يعني، لو انتوا مش حابين الزيت حطوا سمنه، بس هو المفروض يتحط في المرحله دي الصراحه. بعد كده بقى ايه، حطيت الميه، ممكن يحتاج اقل من ربع كوبايه ميه. المهم ان ده على حسب نوع الدقيق. هنبدا بقى نقلب كده العجينه، هي مش كتيره فهنقلبها كده، المهم ان هي تتعجن معانا. بما اني انا نسيت معلقتين الزيت فهحطهم قبل ما ايه الم العجينه، بس هما المفروض يتحطوا في الاول. وخلاص كده بتكون العجينه بتاعتنا خلصت وبقت زي الفل. هنسيبها بقى ايه ترتاح حوالي 10 دقايق بس في كيس تخزين، يا اما نغطي عليها علشان وش العجينه ما ينشفش. بعد ما ارتاحت العجينة عشان تسهل علينا في الفرد. جربوا الحلويات دي بس لغاية لما اخلص الخطوة دي. جربوا الحلويات دي يا جماعة، روعة روعة روعة، حاجة كده جميلة جدا، ومش مكلفة ومتاحة في البيت، يعني كل بيت موجود فيه شوية دقيق وشوية ملح، يعني أظن مفيش أسهل من كده. إن شاء الله هتعجبكم جدا. بعد ما حطيتها بقى في الكيس وسبتها ترتاح حوالي بس 10 دقايق كده عشان تتفرد معايا بسهولة، هنجيب بقى ايه حاجات الفرد. وكمان ممكن نفردها بايدينا. الحشو بقى انا عندي ايه، انا كنت عامله صينيه بسبوسه في القناه من حوالي اسبوع. طبعا اتفرفت من العيال كده شويه بسبوسه. تمام. رحت بقى عامله ايه، لميتهم كده وحطيتهم في الفريزر. كل واحد بقى يتبقى منه حته معرفش ايه، لا مش هناكلها، لا نشفت يا ماما. قلت طيب يا حبيبي ماشي، مش هتاكلوها ان شاء الله، انا هاكلها لكم في وصفه في وصفه تانية من غير ما تحسوا. بصوا بقى، رحت حطاها في الفريزر والله العظيم ما بكذب عليكم. وبعد كده طلعتها بقى، حشيت بيها القطايف الصغيره بتاعتنا اللي احنا عاملينها النهارده. هنفرد بقى العجينه كلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا نخلي السمك بتاعها مش رقيق قوي ولا تخين، يعني يكون حلو كده واحنا بناكلها، عشان تكون فيها قرشه كده، وتكون عامله زي الازاز واحنا بناكلها. ما تكونش تخينه عشان ما تبقاش طريه. هنفردها بقى على شويه ايه، يا اما شويه دقيق يا اما معلقه واحده من النشا. خلاص بعد ما فردتها بالفراده او بالنشابه وممكن بايديكم كمان على حسب المتاع عندكم. بعد كده بقى بنروح جايبين قطاعة، ممكن غطا إزازة، ممكن القطاعة بتاعت الكحك بتاعت العيد، أي حاجة عندكم. المهم إن الدايرة بتاعتها ما تكونش حجمها كبير. خلاص قطعناها، نجيب بقى البسبوسة بتاعتنا أو شوية كنافة كده مركونين، أو أي حاجة تكون عندكم الولاد رامينها، هاتوها واستعملوها في الوصفة دي. ممكن شوية مكسرات بس ما تكونش حاجات تخينة يعني زي السوداني والحاجات دي، عشان ما تطلعش الحشوة مننا. هنبدأ بقى ايه نقطعها كده قطع صغيرة وبشوكة بقى كده، واحنا بنلم العجينة من الأطراف. نبدأ نضغط بالشوكة، منها يدينا شكل حلو، ومنها كمان قفلة العجينة تكون
أظبط شوية، يعني عشان ما تفكش زي ما قلت لكم واحنا بنحمرها في الزيت، لأن طبعا احنا العجينة النهاردة من غير فرن. خلاص قطعنا الكمية بتاعتنا وظبطناها وبدأنا نعمل شكل القطايف، شكل وردة، ممكن شكل كمان اللي هو بنقفل القطايف من الجنبين كده، بتكون شكلها حلو، بتكون شبه الوردة كده وشكلها حلو. يعني أنا عملت منها شكلين. الأفضل من كده واللي أنا قلت عليه هو الحشو دوت. الحشو يا جماعة بصوا، أنا زي ما قلت لكم حاجة، بدل ما الولاد كانوا هيرموها أو اتبقت منهم ونشفت، هما كمان ممكن نديها ضربة كده في الكبة يقوم إيه تكون أسهل معانا. يعني أنا استخدمتها على طول زي ما هما سابوها، يا دوب بس ضغطت عليها بالشوكة كده، بحيث ان انا كده ايه ادخل الناشف جوه الطري شويه، يعني بحيث ان هي تظبط معايا في الايه في الحشو يعني. خلاص بصوا بقى، شايفين الشكل التاني او اللي هو التاني في العجينه. بصوا بعد ما بقفلها كده بالشوكه، انا بس عايزه اشرح لكم الطريقه يعني بحذافيرها، علشان صراحه أنا من كتر ما هي حلوه حبيت اوصفها لكم. بصوا بنقفلها كده بالشكل ده، بتكون شكل ورديه حلو كده، جميله جدا جدا. بنخلص بقى الكميه دي كلها، هي كوبايه دقيق واحده بس، والله العظيم بتطلع كميه كتيره جدا. بعد ما خلاص بنخلص بنحط بقى طاسه كده فيها زيت نضيف طبعا، علشان ما يلقطش ريحه، يعني زيت يكون لسه طازه من الازازه على الطاسه على طول. ونبدا نحمرها تحميره حلوه، نديها لون حلو كده ذهبي، يكون حلو تمام. طبعا الشربات في الوقت دوت برد معانا تماما بقى، حلو جدا جدا. طبعا بنحمرها وبنطلعها من الطاسة في طبق كده، بس يدوب عليه مناديل أو طبق عادي. أنا طبعا ولا مناديل مطبخ ولا حاجة، طلعت من الطاسة يدوبها بس كده إيه، حطيتها في طبق ورحت بقى على الحلة بتاعة الشربات، سقطتها في حلة الشربات. تمام. أنا بوريكم اللون أول بأول، يعني كل ما يتغير اللون معايا بروح إيه موريهولكوا كده، علشان أول ما نوصل لدرجة اللون الأخيرة بنروح مطلعينها، اللي هي زي ما بقول لكم كده، اللي هي لونها الذهبي الحلو، اللي هي تبقى كلها اخده نفس اللون. بنروح بقى مطلعينها في الشربات، وبعد ما بنحطها في الشربات حوالي دقيقتين بنطلعها في مصفى على حلة او طبق تاني، بحيث تنزل كل العسل اللي فيها. اي عسل زيادة بتنزله من المصفى، بنسيبها بقى ترتاح. ممكن شوية بقى جوز الهند، لو انتوا بقى هتكلفوا صارفين بقى ومكلفين، شوية جوز الهند بقى ترشوه على وش الطبق كده، وهتاكلوا احسن حلويات في رمضان ان شاء الله مع ولادكم كده وانتم مبسوطين ومتهنيين. طبعا الوصفة دي أنا زي ما قلت لكم أنا عاملاها حاجة اقتصادية لبيتي ولعيالي، فيعني مش مثلا مثلا ان انا مخترعاها علشان الغلا اللي احنا فيه، لا، هي حاجه اقتصاديه. جربوها جربوها وانتم مش انتم مش هتخسروا اي حاجه، لان طبعا القطايف والكنافه والحاجات اللي هي اللي بره دي مكلفه جدا، سواء هنشتريها جاهزه او هنعمل او هتشتروها عجين يعني ولسه هتعملوها. بصوا شكلها في منتهى الجمال واحنا بنكسرها كده. بصوا يا جماعه، انا كان نفسي تسمعوا الصوت والله العظيم، وتحسوا ان انتوا ايه بتاكلوا كده حاجه جميله، يعني عامله زي ايه كده ازازه كده وانتوا بتاكلوها. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده اكيد مش هتنسوني باللايك الحلو، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير.